بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم، إن شاء الله قاعد تكونوا بخير مهنيين وبأحسن الأحوال. اليوم بإذن الله وصفتنا بطاطا رولي، وصفة رمضانية بامتياز، هايلة شكلا ومذاقا. هذه الوصفة تعجبني بزاف لأنها نقدروا نحضروها حسب الإمكانيات اللي تكون عندنا، إما نفشوها ونحضروها باللحوم والأجبان، كما نقدروا نحضروها إلا بالبطاطا والسلق وشوية فرماج. وهكذا نحضروا طبق رمضاني رائع ونقدموه بطريقة اللي نحبوها. نبداو بسم الله وعلى بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي زوج ربطات تاع السلق، غسلتهم جيدا ونقيتهم، دوك نقطعهم إلى قطع صغيرة ونذبلهم بشوية زيت ونخليهم يبردوا. وفي نفس الوقت باش ما يكونش الفيديو طويل راح نقلي بطاطا، نقطع بطاطا دوائر ونقليها ونخليها تبرد ونولوا للوصفه تاعنا. هنا بعد ما غسلت هذاك السلق وقطعته وذبلته في شويه زيت، هذا هو شكله. هنا يلزم ينشف تماما من الماء، درت له غير شويه ملح وما تكتروش. وهنا عندي بطاطا مقليه قليتها، هنا قلوها دي هذا اللون الذهبي ونحوها وقطروها. وهنا راح نقليو هذا الدجاج، وتقدروا تستغنوا عنه تخدموا غير بالبطاطا والسلق. هنا عندي شويه دجاج مقطع قطع صغيره ولا مرحي، شويه معدنوس، حبه بصل صغيره مقطعه قطع صغيره، وزوج سنينات ثوم. نحتاج هنايا مغرفه تاع البصل مرحي، البيض حسب الكميه تاع السلق والبطاطا اللي عندك، وهنايا عندي الجبن. يعني حطيت مغرفه زيت ومغرفه صغيره تاع مارغرين، نخليهم يسخنوا. نسبق في البصل نذبلو دايما تحت نار هاديه. كما نقول لكم دايما انا ما نديرش الملح حتى يدي البصل ولا الخضروات تاعي فوق القليه باش ما يطلقش الماء تاعي. دبل لي البصل راح نحط الدجاج، نخلي الثوم والمعدنوس. هنا بعد ما قليت البصل والدجاج راح نحط غير الثوم والملح وفلفل الكحل وتوابل الدجاج، ونخليهم يطيبوا. دوك انايا واش راح ندير، نقسم هذه الكميه نديرها مع السلق، والكميه الاخرى راح ندير بها الصوص. دوك هذه الكميه راح نحطها مع المعدنوس. هذاك المعدنوس اللي خليناه نزيدوا له كميه تاع الدجاج، والكميه اللي بقات راح نزيد لها الفرماج ولا كريم فريش وندير بها صوص للوصفه تاعنا. دوك بعد ما وجدنا كلش نكسر هنا حبات تاع البيض. انا استخدمت 3 حتى 4 حبات حسب النوعيه تاع البيض، كي تكون كبيره وصغيره. ونزيد لها هذيك ملعقه تاع البصل، ونديروا شويه ملح وشويه فلفل الكحل ونخلطوا. انا راح نستغنى على الفلفل الكحل، حطوه جانبا. هنا السنيوه تاعي درت لها ورق الطهي ودهنتها بشويه زيت. مهم جدا ديروا الزيت ولا زبده حسب نوعيه تاع الورق اللي يكون عندكم باش ما تلصقش البطاطا في الورق تاعكم، يجيكم ساهل. دوك نفرش البطاطا تاعي بهذا الشكل. هنا بعد ما درت تفريشه تاع البطاطا حاولوا ما تخلوش الفراغات. دوك نحط البيض من فوق، هنا ما تغطاتليش مليح بالبيض، راح نزيد حبه واحده اخرى ونحطها من الفوق. لازم نتاكد بلي تغطات مليح بالبيض. بعد ما درت البيض دوك نحطو في الفرن نخليه حتى تنشف ونحيه.
والسلق تاعي درت له فرماج باش يعطينا المذاق ونتحصلوا على السلق تاعنا يكون كريمي ماشي ناشف. بعد ما نشفت البطاطا تاعي من البيض، هنايا راح نحط هذاك السلق مع الفرماج اللي كنت خلطته، راح ندير الطبقه الاولانيه. وهنا بعد ما درت السلق راح ندير هذا الفرماج، وفوق الفرماج راح نحط هذاك الدجاج. قلت لكم اختياري، اللي ما عندوش ما يديرش، واللي عنده كل واحد يدير حسب مقدوره. وهنايا عندي هذا الفرماج نحطه هنايا باش نروليه. هنا بعد ما درت كاع المكونات تاعي، هنا الفرماج حطيته هنا في الطرف. كل واحد يدير النوعيه تاع الجبن اللي عنده. انا كان عندي هذا النوع. الورق الطهي اللي قلت لكم دهنوه مليح بالزيت باش ما يلصق لكمش. دوك انا هاك بهذا الورق تاع الطهي نرولي الخبزه تاعي فيها، ونحي هذا الورق تاع الطهي غير بالعقل يتنحى. شوف باسكو دهناه بالزيت ولا بالزبده. ضغطوا عليه هكا ونحوا هذا ورق الطهي غير بالعقل. ها لهذا يلزم تدهنوه بالزيت ولا بالزبده حسب، لان كاين النوعيه المليحه وكاين النوعيه اللي ماشي مليحه باش ما يلصقش معاكم. شوف بنفس الشيء راح نضغط عليه ونروي. وهنا هذاك الصوص اللي درت تاع الدجاج والكريمه الطازجه مع الجبن نحي غير شويه باش تعطينا غير هذاك اللون الذهبي. اللي عندها فرماج غافي دير. انا هنا ما عنديش ما درتش، ندير غير هذاك لاصوص من الفوق باش نعاود نحطه في الفرن باش يعطي لي اللون الذهبي. وهنا بعد ما حطيتها في الفرن ودات هذاك اللون الذهبي نحيتها. لهذا اللي قلت لكم من الاول هذا الوصفه تعجبني بزاف، بامكانيات بسيطه وتتحصلي على نتيجه رائعه. رغم اني ما كانش عندي الجبن غابي باش نحطه من الفوق، حطيت لها هذيك لاصوص تاع لا كريم فريش من الفوق وتغطات لي كاع هذيك البطاطا. واللي عندها الجبن يستحسن تحطوا الجبن باش يعطينا هذاك اللون الشباب، وهذاك الجبن يذوب ويعطينا هذاك اللون الذهبي ويعطينا المنظر أجمل من هذا. وانا قدمته بهذا الشكل بعد ما حطيت في الصحن تاعي الدجاج بالكريمه وقطعت الرولي تاعي وحطيته في الصحن تاعي بهذه الطريقه. قدمته بهذا الشكل وانتم عندكم الاختيار، كل واحد يقدمه بطريقته. حبيت نفكركم في الوصفات الاقتصادية الرمضانية اللذيذة شكلا ومذاقا اللي نحبوها بزاف في رمضان. إن شاء الله تنال إعجابكم ونكون فكرتكم فيها وتحضروها إن شاء الله في هذا رمضان، وخصوصا أنها اقتصادية وبزاف بنينة. نتلاقاو بإذن الله في وصفات واحد أخرين وأفكار جديدة. ما عليا غير نقولكم خليتكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.